اهلا وسهلا بيك في اول حلقه من برنامج اوه. اهلا وسهلا بيكم في اول حلقه من برنامج او مش عباره عن برنامج، هو عباره عن احنا هنقعد نتكلم مع بعض، نتكلم عن الراب سين، هنتكلم عن كل حاجه بتحصل، هنعمل مسابقات، هنبقى كل اسبوع كل يوم سبت مع بعض، كل لمده 10 دقائق 5 دقائق هنقعد نتكلم مع بعض في موضوع. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. بما ان خلاص 2018 خلصت واخيرا خلصنا منها وغوري بقى يا ودخلنا في 2019، لازم تبقى فاهم برضو ايه اللي حصل في 2018 عشان تعرف تتوقع اللي هيحصل في 2019 في الراب سين. 2018 حصل فيها حاجات كتير جدا، حصل فيها حواديت، بس اهمهم كان 4 حاجات حصل. اول حاجه ظهور برنامج راب اور داي. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج يا تراب يا جمهور، يا تراب يا جمهور. برنامج قوي جدا. تاني حاجه افشل نهايه ممكن تشوفها كانت لبرنامج راب اور داي برضو، يعني هو كان هو نجاحه وفشله كان في نفس السنه. هو بيقولوا ان ده السيزون، بيقولوا ان ده كان السيزون الاول، بس خلينا متفقين على قد ما البرنامج كان ناجح جدا على قد ما النهايه بتاعته كانت وحشه جدا. تاني حاجه حصلت الاوتوتيون، كل الرابرز بقوا بيغنوا اوتوتيون. مش انا مش ورا تلونني بكره الاحلام فانا مرفوض يعني 365 احارب فيها بتغدى رقبتك كلمه من اتغدى سعادتك. القديم بقى والجديد واللي جاي واللي طالع واللي كله عايز يغني اوتوتيون. رابع حاجه ان الرابرز اقتنعوا ان الساوند كلاود مش هيعمل لك حاجه، فكله بقى يكتسب ثقافه اليوتيوب، كله بقى بيرفع اغانيه على اليوتيوب، حتى البيتات بتترفع على اليوتيوب دلوقتي. غير ال4 حاجات دول كان في حاجات تانية في 2018 حصلت كتير جدا. عندك مثلا حوار يوسف جوكر وفرغلي، باتيستوتا و50 لورد ومحمد اسامه، في حاجات كتير. اهم حاجه حصلت رجوع يوسف جوكر. انا مينو عارف اني هصعد مره، لكن ضميري لما بيصحى وبيفكر يجيلي ببقى اللي ما يعرفش يوسف جوكر بدأ راب في 2009، كان في باند اسمه كايرو تيم. الباند ده كان قوي جدا، هو صاحب الديس المشهور اللي كان على امين وارب ليج. في 2011 يوسف جوكر انفصل عن كايرو تيم، بدأ هو يغني لوحده، عمل ألبوم اسمه انا السلطان، تسمى بملك الدسات. بيف اللي كان بينه وبين الرابرز بتوع اسكندريه، بغض النظر مين كسب ولا مين خسر، 5 6 7 رابرز قصاد يوسف جوكر لوحده، وهو كان واقف قصادهم عادي جدا. يوسف جوكر جه يوم 9/10، ده كان اهم يوم في تاريخ مصر، كان يوم صعود مصر لكاس العالم. محمد صلاح يا رب يا رب يا صلاح، محمد صلاح وابا الله. يوسف جوكر جالك اليوم دوت وقال لك انا هختفي شويه وهقعد اجهز لالبوم، فانا هبعد عن المجال ده شويه لحد ما اخلص الالبوم، وقعد سنه كامله. رجع يوم 14/9، سنه كامله يوسف جوكر بيحضر لالبوم. تقفيل بره من الاخر، كان ترند في وسط الراب سين. لحد اول شهر 10 كده يوسف جوكر راح منزل اول تراك. اخيرا يوسف جوكر نزل تراك. الساحه كانت محتاجه حد يغني راب، حد هينقذنا بقى، مش معنى كده ان الاوتوتيون وحش. المهم نزل اول تراك كان اسمه ارض العمل. العدد في الليمون مش لاقيين كلام يقولوه، دماغهم ما تجيبش حق الشاي اللي بيدفعوه. ما تدخلش في عقلي عشان مهجور، خليك متسند طول عمرك ورا الفشل في الطابور. انت عارف لما تبقى جعان وعايز تاكل، حتى لو الاكل وحش هتاكل وهيعجبك الاكل. حصل مع يوسف جوكر في تراك ارض العمل. انت بعد السنه راجع بتراك عادي جدا، يعني ما كانش ده مش ده اللي يستاهل انك تغيب. وشفنا بقى هو بيتكلم عن ايه. كان بيدس واحد اسمه سايكس قال لك انا مش هسكت، لا انا لازم انا كمان ارد. بما ان يوسف جوكر نزل ديس ضعيف، انا كمان لازم ارد عليه بديس اقوى واقلب الترابيزه عليه، وده فعلا اللي حصل. بدل مكسر الاتنين بتكذب ليه، بتشتم ليه وانت مش حمل فيه، غلط في اسمي قلت بر واحد عليه غير اسمين. تراك احنا ما فهمناش هو بيقول ايه اصلا، فاهم الفكره؟ يعني احنا ما فهمناش هو بيقول ايه. تراك كان ضعيف جدا، كان اضعف من تراك يوسف جوكر. المهم اصلا الحوار كان فكسان، اصلا الحوار كان ميت، يعني محدش اصلا اهتم بيه ولا حد دخل في دماغه الموضوع. بس الناس بقى اللي بدات تسال، والناس اللي بتحب يوسف جوكر وانا منهم، يعني بدات الناس تسال الالبوم كله هيبقى كده، تراك مش حلو وبتاع. طلعوا لك الجوكر قالوا لك رايين. اول حاجه قال لك ان التراك ده اصلا مش في الالبوم. الثانيه اللي قالوها قال لك مفيش مغني في الدنيا بينزل بتراك اقوى تراك في الالبوم في اول اغنيه ليه. المهم الكلام ده كله احنا صدقناه ومشينا وراهم. اخر شهر 10 يوسف جوكر رفع اول تراك من الالبوم اهي. ما ينفعش بقى تقول لي ده ايه مش تراك تبع الالبوم ولا اي حاجه، لا ده تراك في الالبوم. نفسي لما اقول لكن ما بيدي، كان نفسي في لما كان نفسي ما اكونش لوحدي، عيني على السما. عايز تقول ده من احسن تراكات ومن اقوى التراكات اللي عملها؟
يبقى انت بتأفورش، انت بتتكلم صح. تصوير، مونتاج، ميكس، ماستر، فلو، تكنيك، تراك عظيم. وبعد 17 يوم تاني تراك من الالبوم اللي محدش يعرف اسمه حتى الراجل ده، نزل تراك اسمه غمري. كيف من جوه مسلوب مني القوة، جواه مليون احساس واللي انا عايزه رفضه هو لو الليل بلع الشمس. عايز ابارك لاخويا جيمي ان التراك ده لو اتصنف ناجح فهو اتصنف ناجح بسبب 5 حاجات بالظبط: التصوير والمونتاج والبيت والميكس والماستر. الفكره نفسها مش تراك، الفكره نفسها اصلا مش حلوه، وبعدين انا ما فهمتش منها حاجه. التراك ده لا انا متاكد لو على الساوند كلاود مش هيجيب، مش هيتسمع. هو اتسمع بس عشان خاطر الكليب والديكور تشد اي واحد وتنجح اي تراك. بصراحه التراك ده اللي شاله فعلا التصوير والمونتاج والبيت، لكن تراك كان فعلا كان غريب. وكان تاني تراك من الالبوم كان توبيك. يوسف جوكر مش محتاج انه يثبت نفسه قوي، لا يوسف جوكر قوي جدا، ملك الدسات، اختلفنا او اتفقنا هو قوي، من اقوى الرابرز الموجودين. يعني انا عن نفسي لما بشوف يوسف جوكر الراجل ده احنا مستنيين الدسات. انا عارف ان في ناس كتيره جدا كلامي مش هيعجبها، وعارف ان في ناس تانية هتبقى متفقه مع كلامي، وفي ناس هتبقى عارفه ان كلامي صح مش عايزه تقول ان هو صح. قبل ما اقفل سؤال الحلقه، تفتكر البوم يوسف جوكر هيكمل على نفس الوتيره ولا هيحصل دسات والدنيا هتقوم وموسم الدسات هيبدا عن طريق يوسف جوكر؟ انا عن نفسي شايف ان هيحصل دسات، وان التراك الجديد القريب هيبقى مختلف تماما عن كل ده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. لو انت بتتابعني على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل. لو انت بتتابعني على الفيسبوك ما تنساش تدوس على اللينك اللي فوق وتعمل سبسكرايب للشانل. استناني يوم السبت الجاي هنتكلم في موضوع جديد مهم جدا. بتوجع رشقت في مكانها اخيرا، مش قلتلك الدايره هتوسع؟ صاحبي عارف دي مين؟ دي حبيبتي، بس حبيبتي فاكت